ده شادو إفكت، تأثير الظل. ليه الوركشوب دي خاصة جدا عندي ومن أهم الوركشوب اللي أنا عملتها؟ لأن بتخاطب أهم وأخطر جزء فينا، المتسبب في 97% من معظم مشاكلنا، لأن هو جانب مظلم جوانا. مفيش حد كله خير ولا حد كله شر ولا حد كله أبيض ولا حد كله أسود، بس مشكلتنا إن إحنا بنرفض الجانب المظلم اللي جوانا، بنرفض الغلط. الأنا بتمنعنا إن إحنا نتقبل وجوده عشان نعرف نتعامل معاه. وأكتر انعكاس بيوري الجانب ده أولادنا، لأن أولادنا انعكاس لحاجات جوانا إحنا، معتقدات وأفكار وحتى موروثات هم وارثينها، فبنزعق لهم على حاجات لو فكرنا ثواني كده هنلاقيها جوانا، يا عملناها واحنا صغيرين، يا اما خايفين نعملها، يا اما لان اولادنا يمثلوا صوره لينا فخايفين صورتنا تتهز، او خايفين نبان قدام الناس ويظهر جانب فيه ضعف. يا جماعه احنا كلنا جوانا ضعف، وربنا عالم ان جوانا ضعف، علشان كده المفروض نعامل انفسنا بالحسنى. الشادو إفكت أو تأثير الظل بيخاطب الجانب اللي مستخبي جوه السبكونشس مايند، عقلنا الباطن، اللي عمال بيخرج لنا مواقف بنلاقينا متنرفزين، غضبانين، متضايقين من حاجات معينة، من زملائنا في الشغل، من مديرنا، في الشارع، من ولادنا، نظرة في المدرسة، أو صاحبة ولادي. بنتنرفز ليه؟ بنتضايق ليه؟ بنتضايق علشان احنا جوانا انعكاس لكل ده، احنا جوانا كل الصفات وجوانا كل الحاجات الحلوة، بس ايه اللي احنا بنساعد نفسنا وبنقومه وبنخرجه اكتر للنور بدون ما نكبت الجزء الاخر. الشادو إفكت هي وركشوب هتبين حقيقتنا، علشان كده انا مديه سماح للناس اللي هتحضر بعد اول نص ساعة هياخدوا قرار يكملوا معايا الرحلة ويكتشفوا الحقيقة المستخبية، وهنعرف طبعا ان شاء الله زي نتعامل معاها برفق وود ورحمة، ان هم يا ياخدوا قرار ونكمل، او ان هم ممكن ياخدوا ريفاند ويروحوا. ليه؟ لان يا جماعة مش في كل وقت هنكون مستعدين ان احنا نكشف الجانب الاخر مننا ونتعامل معاه بأريحية. ده مش معناه ان احنا لا نضعف ولا بنهرب، معناه ان لسه الوقت ما انش، فمش عايزة حتى يتضايق ان هو مش هيقدر ياخد القرار في اليوم ده، ومختارة مكان يساعدنا اكتر على ان احنا نشوف هذا الجانب. كله مرايات، المرايات اكتر حاجة بتبين الحقيقة، مش بتبين بس الصورة اللي بره. فاحنا محتاجين ان احنا في اليوم ده ان شاء الله مش بس هنكشف الجانب الاخر مننا، هنكشف الجزء اللي بيضايقنا وبيخلينا دايما قاعدين مش مرتاحين كده، احنا ان شاء الله هنتعامل معاه بصورة فيها قوة ورحمة، فيها وضوح، وهنعمل جروب هيلينج على اي مشاعر هتخرج على السطح، عشان مش معقولة نخرج مشاعر او نبدأ نشوف الصورة الحقيقية من غير ما نساعد نفسنا هنحرر المشاعر اللي هتخرج معاها. وركشوب ده شادو إفكت هتكون نقلة لأي حد هيحضره، لأنها نقلة جواك مش براك. طول ما احنا بندور على ايه اللي هنصلحه بره، طول ما هنفضل نلهس ورا السراب، لكن اول ما هنخش جوه نبدأ نصلح اللي جوه، عالم بحاله نبدأ نكتشفه، هنعرف نعيش الحياة في اتزان وفي سلام اللي كلنا بندور عليه.